جربت تخسر حد ما كنتش عاوز تخسره؟ حد سابك، حد الدنيا خدته منك، حد الدنيا ما خدتوش منك بس ملكوش مكان في حياة بعض. أكيد جربت الإحساس ده وتفضل متأثر بيه يوم أو شهر أو حتى سنين، أو ممكن تتغير وما تعرفش تنسى خالص. هلو جايز، أتمنى تكونوا بخير. وبخلاف نهج فيديوهاتنا فاحنا النهاردة جايين نتكلم عن حاجة مختلفة خالص. جايين نتكلم عن الاضطرابات النفسية. فخليني أوضح لك الأول مراحل الاضطرابات النفسية. أول مرحلة وهي الحزن، تاني مرحلة وهي الاكتئاب، تالت مرحلة وهي انفصام الشخصية والاضطرابات النفسية. يعني خليني أقول لك إن الحزن ده شيء عادي بيحصل لأي حد، زي إنك جبت درجة وحشة، اتخانقت مع أهلك، مع صحابك، أو لو أنت بنت مثلا لو ضفرك اتكسر ممكن تزعلي. بس الزعل ده بيبقى مدته ساعتين وبيروح لحاله، ما بيقعدش أكتر من كده ومش بيأثر عليك على المدى البعيد. بس المرحلة التانية وهي الاكتئاب، ودي حاجة تانية خالص. الاكتئاب ده بقى ممكن يستمر لأسبوعين، أو ممكن توصل لشهور، أو ممكن توصل لسنين، وبيبقى جاي لك وجايب معاه صحابه بقى مشاكل واضطرابات في النوم وانعدام الطاقة وأفكار سلبية قادرة إنها تقنعك إنك فاشل وإنت لازم تنهي حياتك. يعني خليني أقول لك مثال بسيط، لو الحزن ده فيلم أكشن فأنت الاكتئاب ده بقى سيزون على نتفليكس، حلقاته طويلة وحلقاته بطيئة ومملة وما بتخلصش، وللأسف ملهاش نهاية سعيدة. ومن علامات الاكتئاب انك ممكن تقعد 8 ساعات كاملين او اكتر على التيك توك انت ما بتعملش اي حاجه غير انك سكرول 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 سكرول، وما بتشوفش اي حاجه مضحكه خالص، لان دماغك بتبقى شغاله على مود الاسوأ. يعني خليني اقول لك كده مثال بسيط، لو حد طبيعي خسر حاجه في حياته يقول لك عادي خيرها في غيرها ويكمل حياته، لكن لو حد عنده اكتئاب خسر حاجه، خسر حلم، خسر حد بيحبه، خسر شغل، بيفكر ويقول عادي هخسر ايه اكتر من اللي خسرته، لكن هو من جواه مقتنع ان خلاص الحياه هتقف على كده، وان هو خسر كل حاجه وان حياته هتقف بعد الخساره دي. يعني في مصدر من منظمه الصحه العالميه بيقولك ان 1 من كل 5 اشخاص بيعاني من الاكتئاب في مرحله ما من حياته. بس اوكي، خلينا نتكلم بجد شويه. الاكتئاب ده ما بيجيلكش مثلا عشان انت ضعيف، لا ده مرض زي اي مرض، بس الفكرة ان ده مرض في المخ. يعني مرض في المخ بيعمل لك خلل في كمية المخ، وبيعمل لك خلل في هرمونين مهمين جدا. اول هرمون وهو هرمون السيروتونين، وده بقى هرمون السعادة اللي وظيفته انه ينظم مزاجك، ينظم شهيتك، ينظم ذاكرتك، او ينظم حتى افكارك. والهرمون التاني ده بقى هرمون الدوبامين، ده هرمون المكافأة اللي بيتحكم في المتعة بتاعتك، اللي بيأثر على تركيزك، اللي بيأثر على الاندفاع بتاعك والحماس بتاعك. وخليني اقول لك ان الدوبامين لو نقص فانت بتكره كل حاجة، وخلي بالك المخدرات بتسرقه منك. لكن بقى لو السيروتونين نقص فانت بتكره نفسك. بس ما تقلقش، الأدوية المضادة للاكتئاب كده كده بتزود مستواه في المخ. يعني سبب من أسباب الاكتئاب إن مادة الكيمياء في المخ بتاعك بيكون مستواها قليل. يعني خليني أقول لك مثال بسيط، يعني لو دماغك كانت المطبخ فاللي حصل إن الفرن اتقطع منه الغاز، ومش عشان أنت طباخ فاشل، لأ خالص، ده عشان الاكتئاب نصاب فجه سرق منك هرمون السيروتونين. فلما الدوبامين لقى السيروتونين مش موجود قال لك أنا كمان مش هبقى موجود. فانت اول حاجه كرهت نفسك وبعدها كرهت كل حاجه. في نظريه سنه 1965 لدكتور اسمه شيلد كروت قال فيها يا عم الموضوع سهل، طالما الموضوع كله كيمياء في دماغك فاحنا نجيب دواء او نجيب علاج يرفع الهرمون ده فنلغي الاكتئاب. وفعلا سنه 1987 ظهر اول علاج يرفع لك الهرمونات الناقصه دي، وفعلا اثبتت انها بتغير الحاله المزاجيه بتاعت الانسان. فانت لو عندك اكتئاب لو خدت حبايه واحده انت بقيت تمام. لحد 2019 وهنا كل حاجه اتغيرت، لان في دراسه في الجامعات حصلت وقالت ان الموضوع معقد اكتر من كده، والموضوع مش بس هرمونات انت بترفعها فانت بتبقى تمام، لا الاكتئاب اكبر من كده بكتير. يعني الاكتئاب مش بس نقص في ماده، لا ده خلل كامل في الخلايا العصبيه بتاعتك، والتهاب في جهازك المناعي، مخك بيحارب نفسه يا صديقي. او حتى ممكن تكون جينات مكتسبه بتورطك في الاكتئاب عافيه من حد بقى من اهلك، واحتمالية انك تتوارث الاكتئاب من حد من اهلك
نسبتها 40%. هتقولي امال ايه الحلول؟ تعال نتكلم في الحلول. الجامعات دي بقى اعلنوا ان في ادويه مش بس بترفع هرمون السيروتونين عندك، لا ده في ادويه كمان بتعالج الوصلات العصبيه في مخك، وفي ادويه للالتهابات عشان مناعتك، وانت كمان تقدر تساعد نفسك بالتشجيع النفسي حتى لو المشي. وخليني اقول لك، لو جيناتك خانتك في علاجات بتسكتها. وهنا نيجي بقى لاصعب مرحله من مراحل الاكتئاب، الاضطرابات النفسيه وانفصام الشخصيه. خلينا انا بقى اكلمكم عن النقطه دي. ده بقى مرض نفسي بيسبب لك ضلالات، تفكير مشوش، أرق، وحتى ولو عرفت تنام مفيش حاجة هنا بتكون منطقية. زي إنك تحلم بحد بتحبه وتحس إن الموضوع مش حلم، لأ ده حقيقي جدا، وإنت آخر مرة شفت الشخص ده أصلا من 8 شهور ولا حاجة، فتصحى على بالك قدام. ورابع حاجة وهي الهلوسة، زي إنك تسمع صوت جدتك بتكلمك بس هي أصلا ميتة، فأنت ما بتبقاش عارف تحكي ده لحد، فأنت بتحكي لنفسك وتكلم نفسك، فلو نفسك ردت عليك كده احنا بدأنا الاضطرابات النفسية. فخلينا اخدك كده في رحلة الاضطرابات النفسية بتعملها فيك. أول حاجة الحزن والفرحة، الاتنين مع بعض، العصبية والهدوء، العياط والضحك، نوبات اكتئاب بتوديك لأفكار انتحارية، ونوبات هوس زي قرارات متهورة، انك بتقنع نفسك انك هتبقى احسن لو اشتريت حاجة مثلا، وتيجي اخر اليوم تعيط عشان انت مش عارف تدفع قسط العربية اللي عليك. وده بقى بيبقى بسبب خلل في هرمون الدوبامين اللي بيزيد في نوبات الهوس وبيقل في نوبات الاكتئاب. زي مثلا الصبح يبقى عندك حماس وفرط حركة ونشاط، بس تيجي آخر اليوم وانت قاعد على سريرك يستلمك ويخليك تعيط، وانت كده كده مش هتعرف تنام عشان عندك أرق. وواحدة واحدة لو الصوت اللي جواك بدأ يحللك كل مشاكلك ويجاوب على كل أسئلتك، فانت بتبدأ بقى تبقى الشخص الضعيف، والصوت اللي جواك هو بيبقى المسيطر، وتبدأ بقى تقنع نفسك انك الضعيف اللي يا عيني مش هتعرف تحل مشاكلك من غيره، ويبدأ بقى يقنعك ان العيب فيك لحد ما تغير من شخصيتك، لحد ما تغير من نفسك، وتبدأ بقى أفكار إنك هتبقى أحسن لو غيرت اسمك، إنك هتبقى أحسن لو غيرت شكلك، إنك هتبقى أحسن لو غيرت قصة شعرك أو صبغت شعرك. بس كل دي حاجات أنت بتوهم بيها نفسك، لحد بقى ما يخليك تلغي شخصيتك وتبني أو تبدأ بشخصية جديدة. وهنا بقى أنت بتكون خسرت مبادئك وخسرت أحلامك وخسرت شغفك، ما انت الشخصية القديمة خلاص ما بقتش موجودة، انت اتغيرت. ومن بعد ما كان الصوت ده انت بتسأله وبس بيحللك مشاكلك، لأ الصوت ده بقى هو المسيطر دلوقتي، وانت اللي بتكلمه وبتقول له احنا ايه اللي وصلنا كده. بس في النهاية خليني اقول لك يا صديقي ان الاضطرابات النفسية او الاكتئاب ده مش عار، ده مرض زي اي مرض بيجيلك، زي الضغط وزي السكر، بس الفرق ان هو مرض في دماغك او بيعمل لك خلل في هرمونات الدماغ. بس الفكرة كلها ان انت بس بتبقى محتاج شوية معرفة وشوية ارشاد وشوية فهم، عشان حتى لو مش هتلجأ للعلاج تبقى عارف ده، وبرضو عشان لو عقلك فكر يلعبك فانت تبقى جاهز وتلعبه انت. بس كده، وقول لي تجاربك في الكومنتات، وقول لي رأيك في الحلقة، وقولوا لي حابين اتكلم عن ايه الفيديو الجاي، وسلام.